بقى بيغني له كل مطربين المهرجانات. قول يا سويسي كمان عرفهم ان الغربة دي نار وعذاب، مين هيشوفك وانت بطولك من غير اهلك ولا احباب. وبراندات الملابس بتتبعت له لبسه من مصر لحد ايطاليا. متجوز ايطالية ومخلف منها. السويسي بيقول على الكابتشينو شحبشتينو، وبيقول على الكرواسون قرص الترب. جايبين لي تفة قهوة وقرص التراب ب 2 يورو، ب 2 يورو ورق، ب 2 يورو 20. المصريين مسمينه فخر العرب الحقيقي، شقيان وبيمثل حال أغلبنا. لما حد بيسأله بتصرف كل الفلوس دي يرد عليه ويقول ما بتتحسبش كده يا صاحبي، الجنيه جنيه بلده. الناس اتعلقت بيه وبإفهاته على السوشيال ميديا لأنه كلام حقيقي وخارج من القلب ومن لسان شاب شقيان وعايش في الغربة بطوله. صاحب المقولة الشهيرة حب ما تعمل عشان ما حدش لاقي شغل. بحب ما تعمل عشان ما فيش شغل، سيبك بقى من الحكمة بتاعت زمان عشان تعمل ما تحب يعني. السويسي مش كاريزما ولا دمه خفيف، لكن عنده قبول والناس حبته. مصطفى بحلق وشهرته السويسي، شاب عشريني اتولد سنة 1994 في قرية تابعة لمحافظة الغربية. اتشهر باسم السويسي لأنه شبه مغني المهرجانات أحمد السويسي، شخص شبه كل المصريين، عايش نفس ظروف أي شاب اليومين دول، شقيان وبيحاول يلاقي لقمة عيشه اللي تقضيه لحد آخر الشهر هو وأسرته. والناس دايما بيحسوه أخوهم الكبير اللي بينصحهم، وعمرهم ما شافوه حد غريب عنهم. السويسي ظهر في فترة قصيرة جدا، لكن قدر انه يتشهر أسرع من أي حد تاني على السوشيال ميديا. وحكايته حكاية شاب الدنيا لطشت معاه وقرر يسافر وهو عنده 15 سنة على واحد من مراكب الهجرة غير الشرعية، واللي السفر عليها بيكون انتحار، وده لأنه بيكون خطر جدا على حياة الشباب اللي راكبينه. لكن ربنا نجاه بعد 3 أيام في عتمة البحر ووصل لإيطاليا. بس الحكومة هناك ما سابتهوش في حاله وقبضت عليه وسجنته، بس لأنه كان تحت السن القانوني وما كانش معاه أي أوراق سلموه للصليب الأحمر لمدة 15 يوم. وبعد كده دخلوه مدرسة لتعليم اللغة الإيطالية وشوية كلمات وجمل عشان تساعده في إنه يلاقي لقمة عيش كويسة في البلد ويعرف يعيش مع أهلها. لكن مصطفى كان هدفه الفلوس وهرب من المدرسة عشان يسد الديون اللي كانت على أبوه واللي استلفها لأنه كان كبير إخواته. أبوه ساعده يسافر عشان ينقله وينقل إخواته الصغيرين من الفقر اللي هم فيه. لكن المشكلة كانت إنه مش معاه أي ورق يثبت هو مين، وبعد هروبه من المدرسة اضطر إنه يشتغل بالأسود، يعني من غير ورق وبعيد عن سجلات الدولة، وده يعتبر خطر كبير في أوروبا. اشتغل السويسي في محل خضار والمقابل إنه ياكل ويلاقي مكان ينام فيه، ومع الوقت بدأ يفهم الدنيا أكتر وبدأ ياخد مرتب من شغله وبدأ يتعلم لغة البلد من معاملته مع الناس، وقدر يشارك 2 تانيين من زمايله من مصر ويفتحوا محل خضار. وفي المحل ده اتعرف على بنت صغيرة اسمها إليسيا كانت بتشتري منه الخضار على طول، واللي كانت سبب في إنه يتعرف بعدها على أمها ماريانا اللي حبها جدا وعرض عليها الجواز، ووافقت واتجوزها رغم إنها كانت أكبر منه ب10 سنين وعلى ديانة غير ديانته. بعد ما اتجوز السويسي ماريانا خلاها تدخل الإسلام وخلفوا بنت وسموها ياسمين. وبيقول السويسي في فيديوهاته إن مراته حبيبته ماريانا هي صاحبة الفضل عليه في كل اللي هو فيه دلوقتي، والناس استحملت معاه كتير خصوصا بعد ما اتنصب عليه من الناس اللي كان مشاركهم في المحل وسابوه على الحديدة. بس مصطفى مسكتش وراح اشتغل عامل في شركة إنشاءات ويوميته بقت 80 يورو، ورغم إنه قرر يدخل مجال السوشيال ميديا وينشر فيديوهاته مع ماريانا وبناته، وده اللي خلاه يتشهر جدا. بس عشان هو ما يعرفش ازاي يكسب من السوشيال ميديا، ناس كتير بقت تاخد منه فلوس وتستغل شهرته وهو مش عارف يعمل لهم حاجة. السويسي دايما بيقول إفيهات وأمثلة بتسمع وتعلق في دماغ الشباب في مصر. جرح الإيد أحسن من مد الإيد يا صاحبي. ودايما على لسانهم زي حب ما تعمل عشان ما حدش لاقي شغل. السويسي ما نزلش مصر بقاله أكتر من 14 سنة ونفسه يرجع يشوف أمه وأبوه رغم أن البلد ظروفها الاقتصادية صعبة، ومع ذلك مش دي مشكلته، إنما مشكلته الوحيدة واللي منع نزوله هي ورق الجيش بتاعه. مصطفى أو السويسي نصيحته دايما للشباب اللي متابعينه إنهم ما يحاولوش يسافروا بالطريقة اللي هو سافر بيها، ويحاولوا يسافروا شرعي وبأوراق سليمة أحسن لهم عشان ما يعرضوش نفسهم للموت في مراكب مافيا التهريب. السويسي قال إنه ممكن ياخد الجنسية الإيطالية بس بشرط إنه يتخلى عن جنسيته المصرية.
بس هو رفض وقال إنه لسه حب مصر بيجري في دمه، ومن هنا طلعوا عليه المصريين اسم فخر العرب الحقيقي. في النهاية مستنيين نشوف آرائكم وتعليقاتكم عن مصطفى أو السويسي زي ما الناس عارفينه، وإيه أكتر جملة بتحبوها ليه؟ أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.